فين موقعك يا دكتور؟ مهما كانت شهاداتك وسن خبراتك الطبية، أكيد شفت زمايل ليك أصغر سن وأقل خبرة محققين نجاح وشهرة وبدأ العيادة 2 و3. تفتكر إيه السبب؟ أول سبب، الدكاترة دول عندهم موقع إلكتروني وجوجل بيزنس تقدر حالاته تتواصل معاه عن طريق الاتصال أو الواتساب أو اللوكيشن، أو إنهم يحجزوا موعد والموعد ده يجيلك على البيت. رقم 2، تواجدهم على جميع منصات التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة عن طريق صور وفيديوهات ليهم وبعض المعلومات والنصائح الطبية اللي بيقدموها. رقم 3، ظهور موقعهم الإلكتروني في اللينك الأول من جوجل ومحركات البحث، وده عن طريق إعلانات على جوجل بكلمات بحثية متعلقة بتخصصهم أو عن طريق SEO للويب سايت بتاعهم. رقم 4، وكمان بيعملوا إعلانات ممولة على منصات التواصل الاجتماعي لوصولهم إلى عدد كبير من الحالات المحتملة والتواصل معاهم إما عن طريق رسائل الصفحة أو عن طريق تسجيل بيانات الحالات. رقم 5، وهي الأهم من اللي فاتوا، إنك تختار شركة تقدر تحقق لك المعادلة الصعبة دي. إيه هي المعادلة الصعبة؟ إنك توصل لأفضل مردود بأقل تكلفة. وأكيد مش هتلاقي أفضل من ميديكال إي ماركتنج تحقق لك المعادلة دي.